أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة بنغوص في آخر أخبار الكورة المصرية، خصوصاً الأهلي والزمالك. معانا مصادر مختلفة، أخبار رسمية، تحليلات، وحتى إشاعات. الصورة كده يعني متلخبطة شوية. هنحاول نفهم إيه اللي بيحصل بالظبط. أهلا بيكي. هو فعلا المشهد مربك حبتين، تأكيد هنا ونفي هناك، وتحليلات الخبراء كمان بتضيف طبقة تانية من التعقيد. الموضوع محتاج وقفة بصراحة. خلينا نبدأ بالأهلي وملف الهجوم اللي عليه كلام كتير قوي اليومين دول. النادي الأهلي رسمياً أكد إنه لم يتوصل لاتفاق لبيع وسام أبو علي لحد دلوقتي، وكمان بلغوه بميعاد التدريب عادي. أيوة، ده الموقف الرسمي. لكن الغريب بقى إن نادي نيويورك ريد بولز اللي كان اسمه بيتردد طلع ونفى تماماً إنه مهتم بضم وسام حالياً. غريبة دي. يعني ده يخلينا نسأل بجد، إيه حقيقة موقف وسام أبو علي؟ هل هو ماشي ولا قاعد؟ بالظبط. وفي وسط كل ده يجي محمد مجدي قفشة ويقفل باب الرحيل ويقول أنا باقي. وده خبر كويس ومهم يعني لاستقرار الأهلي في نص الملعب. بس في مشاكل تانية بتظهر، زي مثلا صفقة أحمد عبد القادر مع سيراميكا. الكلام الأول كان على راتب حوالي 13 مليون جنيه في السنة. معقول؟ فجأة يعني اللاعب رفع مطالبه ل 25 مليون، وبيقول أصل في عرض سعودي، عرض محدش عارف مدى جديته بصراحة. 25 مليون؟ ده رقم كبير قوي. سيراميكا موقفهم إيه؟ سيراميكا حسب الكلام واقفين عند 18 مليون جنيه كحد أقصى، فالموضوع معقد. وكمان في كريم الدبيس رافض تماما فكرة يدخل في أي صفقة تبادلية. هو عايز إيه طيب؟ هو عينه على الاحتراف بره، بيقولوا في كلام عن عرض برتغالي أو حاجة زي كده، عايز يمشي من الباب الكبير يعني. طيب الكابتن طلعت يوسف الخبير الكروي المعروف كان له تعليق على حتة هجوم الأهلي دي. قريت كلامه. شايف إن عودة محمد شريف ممكن تكون إضافة كويسة، لكنها مش هتعوض وسام أبو علي لو مشي بجد. هو ده الكلام. بيقول إن اللعيبة الموجودة دلوقتي يعني كهربا وموديستو كده ممكن ما يقدروش يسدوا الفراغ ده، والأهلي ساعتها لازم يدور على مهاجم أجنبي تاني ضروري. وهو كمان على فكرة مش معترض قوي على فكرة بيع وسام لو جه فيه رقم كويس بعد ما تألق كده، شايفها فرصة استثمارية للنادي برضو. منطقي. نروح بقى للزمالك اللي هو كمان داخل الميركاتو بقوة. طبعا الزمالك شغال جامد، أعلنوا خلاص ضم الجناح الأنجولي شيكو بونزا ل4 مواسم. الصفقة دي عاملة كلام مش كده؟ أيوة، عملت قلق شوية عند بعض الجمهور خصوصا على السوشيال ميديا. في تخوفات كده إنها تكون تكرار لتجربة سامسون أكينيورا اللي ما جابتش المطلوب منها. مفهوم القلق ده. طيب وإيه تاني في الزمالك؟ في قصة تانية، الزمالك بيطالب نادي فاركو بنسبة 15% من قيمة بيع ياسين مرعي للأهلي. 15%؟ على أي أساس؟ بيقولوا في بند قديم في عقد اللاعب لما كان في الزمالك قبل ما يروح فاركو، يعني حق رعاية أو نسبة إعادة بيع حاجة زي كده. وفي كمان نقطة عاملة لغط كبير قوي، العرض بتاع البنك الأهلي لمصطفى شلبي. ال 35 مليون جنيه دي قصة لوحدها. بالظبط، 35 مليون في لاعب عقده فاضل فيه موسم واحد بس. ده خلى ناس كتير تقول هل ده دعم غير مباشر للزمالك؟ يعني رقم مبالغ فيه شوية بصراحة. هو سؤال مشروع طبعا، وفي نفس الوقت بيراميدز اللي الزمالك عايز منهم عبد الرحمن مجدي على سبيل الإعارة طالبين 20 مليون جنيه. يا نهر أبيض، 20 مليون إعارة؟ أيوة، ده غير إن في كلام قوي إن نبيل عماد دونجا خلاص ماشي. المدير الرياضي جون إدوارد تقريبا بلغ وكيله إنه يدور له على عرض. يبدو إن في غربلة جامدة بتحصل جدا. وجوه النادي نفسه بقى الأمور مش هادية خالص. ممدوح عباس طلع بيان نفى إنه بيتدخل في الصفقات وقال أنا دوري فلوس وبس لو النادي طلب مني. تمام. لكن في المقابل فيه هجوم يعني عنيف جدا من كابتن تامر عبد الحميد دونجا نجم الزمالك القديم. قريت تصريحاته كانت قوية قوي. قوية إيه؟ ده بيهاجم الإدارة الحالية بمنتهى الشراسة. كلامه كان إن الإدارة سلمت النادي لسمسارة هلوي، ده تعبيره هو اللي بيتحكم في مين يجي ومين يمشي لمصلحته الشخصية. كلام خطير جدا جدا. وشكك في قيمة الصفقات اللي بتيجي دي أصلا، وإن الفريق بالشكل ده مش هيقدر ينافس. وكمان وصف أي حد بيدعم الإدارة دي باللجان المأجورة. يعني تصريحات نارية بصراحة. واضح إن في انقسام كبير جوه البيت الأبيض.
طيب بعيد بقى عن اللعيبة والصفقات والخناقات دي، في تعديل قانوني مهم حصل. تقصدي بتاع مدة رئاسة الأندية؟ بالظبط، البرلمان وافق على تعديل يسمح لرؤساء الأندية بالترشح ل3 دورات بدل دورتين بس. وده طبعا ممكن يفتح الباب إن الكابتن محمود الخطيب يترشح تاني في الأهلي لو حب. الموضوع ده كان عليه كلام كتير أصلا قبل التعديل. أكيد هيثير جدل تاني. طيب نرجع للكابتن طلعت يوسف تاني، كان ليه رأي برضه في صفقة ياسين مرعي اللي راح الأهلي. هو شايفه مدافع كويس، إمكانياته كويسة مفيش كلام، بس نجاحه الحقيقي في الأهلي هيعتمد على قدرته يستحمل الضغط الرهيب هناك. دي نقطة مهمة فعلا. طبعا اللعب للأهلي غير اللعب لفاركو خالص. الضغوط الإعلامية والجماهيرية وحجم المباريات والغلطة الواحدة ممكن تمنها يبقى كبير قوي. ده التحدي الحقيقي لأي لاعب شاب بيروح نادي قمة. وعندنا كمان خبر كده على الهامش، النيابة العامة بتطلب تحريات بخصوص فيديو مسيء منسوب لهاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك. سمعت الموضوع ده، لسه التحقيقات شغالة فيه. طيب لو حبينا نلخص المشهد ده كله. بصراحة خلاصة الموضوع إننا قدام ميركاتو صيفي يعني مولع نار. مش بس صفقات لعيبة رايحة جاية، لأ، ده في كمان صراعات إدارية واضحة وجدل قانوني وتصريحات من نجوم سابقين بتولع الدنيا أكتر. الضغط واضح إنه كبير قوي جوه القطبين الأهلي والزمالك، وفي حالة كده من الترقب والقلق باينة عند الجمهور والمحللين كمان. ونختم بقى بسؤال يمكن يخلينا نفكر شوية. مع كل التركيز الرهيب ده على الفلوس والصفقات والوكلاء والانتقادات للإدارات والضغوط بتاعت الإعلام والسوشيال ميديا، هل ممكن تكون العوامل اللي بره الملعب دي، يعني الإدارة والفلوس والضغط الإعلامي، بقت هي اللي بتحدد مين ينجح ومين يفشل في كورتنا المصرية أكتر بكتير من الأداء الفني اللي جوه الملعب نفسه؟ سؤال مهم جدا ويستحق التفكير فعلا. هل اللعبة بقت بتتلعب بره الخط أكتر ما بتتلعب جواه؟ ده محتاج تحليل أعمق. تبقى رسالة كمان للمستقبل. ودي نقطة مهمة جدا للمستقبل فعلا. المصدر بيقترح إن الإدارة لازم تراجع سياستها في موضوع الشروط الجزائية دي. أكيد، لازم الشروط الجزائية في عقود اللعيبة الجداد تكون عالية جدا عشان تحمي استثمار النادي في اللاعب وما يتكررش الموقف ده تاني بسهولة. وده بيرجعنا لفلسفة النادي الأهلي نفسها اللي المصدر بيأكد عليها. الأهلي مش مجرد نادي بيشتري ويبيع لعيبة عشان يكسب فلوس. لا طبعا، هو نادي بطولات بالأساس، هدفه يبني فرق قوية تنافس على أعلى مستوى في أفريقيا وحتى عالميا في كأس العالم للأندية، مش مجرد نادي استثماري. إذن إحنا قدام التوتر الكلاسيكي ده، طموح اللاعب إنه يتطور ويحسن وضعه المادي، وبين رؤية النادي واستثماره طويل الأجل ورغبته في الحفاظ على قوته عشان البطولات. وتفاصيل قانونية صغيرة زي الشرط الجزائي بتلعب دور حاسم في كل ده. بالظبط كده. قصة وسام أبو علي والأهلي دي زي ما التحليل بيعرضها بتورينا قد إيه الديناميكيات دي معقدة وحساسة في كرة القدم الحديثة. ويبقى السؤال اللي ممكن نفكر فيه، إزاي الأندية الكبيرة زي الأهلي وغيره تقدر توازن بين إنها تطلع المواهب وتحقق طموحات لاعبتها وفي نفس الوقت تحافظ على استثماراتها وقوة فرقها في سوق انتقالات بقى صعب جدا والمنافسة فيه شرسة ومتغيرة طول الوقت.